ولا تقولي لي بقى شوي ولا سلق ولا اي حاجه من الكلام ده. تعالوا معانا نشوف الطريقه ونشوف عملناها ازاي. النهارده هنعمل مع بعض طريقه بطاطا جديده، ولا نسلق ولا هنشوي. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، واي حد هيقدر ينفذ الطريقه. هنا انا معايا 1.5 كيلو من البطاطا، غسلتها وقشرتها وقطعتها كده مكعبات بالشكل ده، ولا تخينه قوي ولا رفيعه زي البطاطس كده. هبتدي احط عليها كوبايه كبيره من اللبن بالشكل ده كده. هحط عليها كمان معلقتين كبار سكر. كده بعد ما حطيت اللبن والسكر هغطيها بقى وارفعها على النار لغايه ما البطاطا تستوي على نار متوسطه، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. ودي كده شكل البطاطا بعد ما استوت معانا على النار بالشكل ده كده وشربت كل اللبن اللي كان فيها. انا بفضل يا جماعه لو اللبن كان في التلاجة يا ريت نصفيه، لان الابيض اللي فيه ده من القشطه، بس انا للاسف ما صفيتهوش لانه كان في التلاجة وكان عامل قشطه على الوش، فالقشطه عملت معايا بالمنظر ده كده. فانا بفضل لو اللبن في التلاجة تصفيه من القشطه اللي هتبقى على الوش. لو ما عندكيش مشكله يعني ايه ان القشطه تبقى بالمنظر ده. تمام، انا كده خلاص استوت كده البطاطا بالنسبه لي. خدت حوالي يعني من نص ساعه كده لتلت ساعه على النار لغايه ما شربت ميتها بالطريقه دي. هبتدي بقى هحط عليها كده شويه زبيب بالشكل ده كده. عندك جوز هند كمان حطي عليها جوز هند بيخليها جميله. شويه جوز هند كده، وهنحط عليها كمان كيس فانيليا. نحط كيس فانيليا كده بالشكل ده، وهبتدي اقلب البطاطا مع الفانيليا مع الزبيب وجوز الهند. ريحتها جميلة، واحنا لسه ما كملناش بقية الخطوات بس ريحتها جميلة جدا. هبتدي بقى اجيب بايركس كده او اي صينية عندي تدخل الفرن، وهحط فيه البطاطا اللي انا سويتها بالشكل ده كده، وهبتدي اسوي البطاطا في الصينية. ممكن نخليها في الصينية اللي احنا سوينا فيها زي ما هي ونكمل بقية الوصفة مش مشكلة، يعني اي صينية عندك مش هتفرق. هنا معايا كوباية لبن عادي باردة خالص، احطها بالشكل ده كده. هحط عليها معلقة كبيرة حرامية نشا بالشكل ده. هحط عليها كمان معلقتين كبار سكر، وهقلبهم كده على البارد. وبعد كده ارفعهم على النار، اعمل زي طبقة مهلبية كده بس تبقى خفيفة، مش عايزة المهلبية تقيلة. لازم ندوب النشا كويس على البارد، بلاش تحطي النشا وهو على الحاجة على النار عشان هيكرز منك. رفعتهم على النار وهبتدي بقى اقلب فيهم كده تقليب مستمر. عملت معايا طبقة مهلبية خفيفة خالص. اول ما هلاقيها ربطت كده معايا هشيلها من على النار. كده خلاص تقلت معايا، انا مش عايزاها تتقل اكتر من كده. هشيلها بقى من على النار واحط لها كيس فانيليا. هقلبها بقى كده. بالنسبة للسكر اللي انا حطيته في النشا اللي هي المهلبية او في البطاطا ده على حسب الرغبة، اللي حابب يزود يدوق ويشوف. السكر ده على حسب كل واحد. خلاص كده ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاها تتقل اكتر من كده لانها لسه لما تبرد هتتقل تاني. هبتدي انزل بيها على وش البطاطا بالشكل ده، هغطي بيها البطاطا كله. هبتدي بقى اسوي المهلبيه كده على الوش. هحط عليها سكر بودره عشان يسهل معايا ان الوش يحمر. احط السكر البودره بالشكل ده كده. هنا كل حاجه عندي مستويه تحت الشوايه تاخد لون، وهنطلعها نشوفها شكلها يبقى عامل ايه مع بعض. وده كده شكل صينيه البطاطا بعد ما طلع معانا من الفرن.
واديتها رشة كده سكر بودرة برضو، قلت علشان يكسر اللون. هنقدمها بقى مع بعض ونشوف هتبقى عاملة ازاي. شوفي بقى البطاطا عاملة ازاي، جميلة. جميلة طعمها حلو قوي، والسكر اللي على الوش ده مديها زي كراميل كده، يبقى الكراميل مع طبقة المهلبية مع البطاطا طعمها في منتهى الجمال. يا ريت يا جماعة تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. ولو عجبتكم الوصفة والطريقة يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديوهاتي، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.